السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعيدة. النهاردة أنا بعتبر الموضوع اللي هتكلم فيه موضوع مهم جدا جدا، يعني وحطه تحت جدا ده 20 خط، لأنه أكتر حاجة دلوقتي عاملة مشاكل في بيوت كتير: الموبايل، بلاي ستيشن، التلفزيون، أي أجهزة إلكترونية. للأسف الأجهزة دي عاملة زي القنابل الموقوتة في بيوتنا. انا كأم بقى طبعا دماغي وجعتني. عايزه اريح دماغي من ولادي، فاسيبهم بقى اللي هو ايه، يلعبوا على الموبايل. ممكن عادي لو قاعدين قدام الكرتون ومش بيعملوا مشاكل وهاديين وظراف ولطاف كده، ما عنديش مشكله. وانا مش عارفه ان في مصيبه كبيره بتحصل. اولا كده ومبدئيا لازم نعرف ان في مشاكل كتير جدا ممكن تحصل من ورا الاجهزه دي. طب لازم يبقى عندنا خلفيه ونعرف احنا ممكن نأذي ولادنا ونسبب لهم ايه. الاجهزه الالكترونيه ديت بتأثر على الدماغ. الطفل خصوصا بقى، يعني عندي الاطفال اللي هي ايه 2 و3 و4. لو سبناه كده طول النهار قدام الكرتون، فانا كده بخلق طفل عنده توحد. انا عملت له مشكله، وممكن ان الموضوع يبقى عادي بالنسبه له. لكن انا خلاص انا سبته بقى للتلفزيون، هو قاعد اندمج بقى جواه وقاعد ساكت خلاص، والموضوع تمام بالنسبه لك وبالنسبه له. وبعد كده ابتدت بقى ايه تظهر المشكله. بيأثر على قدرة الأطفال على التعلم. يعني هتبص تلاقي دايما خصوصا الأطفال اللي عندهم 12 سنة، واحنا كده بنقول بقى ايه، احنا بدأنا ندخل في مرحلة المراهقة، فهو كده طفل مراهق. الموضوع ده بيأثر على قدرتهم على التعلم بشكل كبير جدا. جربي تسيبي له الموبايل ويفضل قاعد عليه كده، بيلعب بقى الألعاب اللي بيلعبوها، ولا داخل على تطبيق من التطبيقات وبيعمل الحاجة اللي بيعملوها ديت. هتبصي تلاقي الموضوع ده أثر عليه جدا. خليه يذاكر بعدها كده وابدأي اسأليه، هتلاقيه أولا خد وقت طويل جدا. لو هو بيحفظ حاجة أو بيحاول يفهمها ويستوعبها، مش هيقدر. الموضوع بالنسبة له هيبقى صعب. طيب أنا دلوقتي أغلب الكرتون اللي بيتفرج عليه الأولاد دلوقتي عنف. فأنا كده بقى إيه بطلع طفل عنيف، ونرجع بعد كده نقول إيه، أنا ابني عنيف جدا بيضرب وإخواته طول النهار عامل لي مشاكل في النادي وفي المدرسة وفي كل حتة. ما هو من الكرتون العنيف اللي بيتفرج عليه، الأفلام العنيفة اللي بيتفرج عليها. معظم الالعاب اللي بتتلعب دلوقتي بتعتمد على السرعه. طب السرعه دي بقى اللي موجوده في الالعاب هتعمل ايه في ولادي؟ هتخلي القدره على التركيز والانتباه هتقل، فانت كده برضو بتاثري عليه في الدراسه، التحصيل هيبقى قليل. طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ الطفل من قبل سنتين لحد سنتين كده مفيش حاجه اسمها تلفزيون نهائي. هو كل اللي يعمله ان هو يبقى قاعد معاكي او بيلعب في وسطيكوا، لكن تلفزيون ممنوع نهائي. هتخلقي طفل عنده توحد. طب عندي بقى مثلا من 3 سنين ل5 سنين، هي ساعة واحدة بس في اليوم. طب عندي من 6 سنين ل18 سنة، ليه ساعتين كل يوم. يعني كل سن ليه عدد ساعات معينة يقعد عليها، يقعد يتفرج بقى، هيتفرج على كرتون، هيلعب بقى لعبة على الموبايل، ايا كان اللي هيعمله. فانا خلاص انا محددة الوقت دوت هنلتزم بيه، ما يجيش بعد كده بقى يزن فانا عشان اريح دماغي او مسايبه له الحاجة. لا، نحاول بقى نحافظ على اطفالنا شوية. امهات كتير بقى تقولك طب ما عادي، طب ما في ناس كتير جدا بتلعب على الالعاب اللي على الموبايل وبتقعد على الكرتون ومش بيحصل لها حاجه. انا هفضل طول النهار بقى هشغل وقته بايه؟ انت ممكن تشغلي وقته بحاجات كتير جدا. خليه يساعدك في البيت، اطلبي منه طول ما هو قاعد مثلا، ممكن تساعدني نروق السرير، طب هاتلي مثلا ازازة المية، طب ممكن نروق الأوضة ديت. نبدأ بقى نشغله ونطلب منه طلبات طول ما هو قاعد. طب هيزهق، ما هو انا مش معقول بقى كل اليوم هيبقى هطلب منه هاتلي وديلي، هيزهق. خلي عندك دايما العاب الفك والتركيب، العاب الفك والتركيب اللي هي مثلا زي الميكانو، البازل، المكعبات. الالعاب ديت بتخرج الطاقه اللي جواه وبتلهيه. هتبصي تلاقي بقى ايه، بياخد وقت، اليوم بتاعه بيتشغل. الصلصال والرسم والتلوين، الحاجات دي كده مفيدة جدا ومهمة جدا. في العاب كتير جدا ممكن يلعبها هو واخواته، او ممكن تلعبوها مع بعض، ودي هتلاقوها في فيديو
موجودة على الصفحة مجموعة ألعاب بسيطة، أنا بعتبرها ألعاب بدائية بس مفيدة. كل لعبة هترجع عليه بفايدة معينة، وهنبعد بقدر الإمكان ولادنا عن أجهزة الموبايل بقى والبلاي ستيشن والكرتون، لأن هيعمل لنا مشاكل كبيرة جدا. وإن شاء الله ربنا يحفظ ولادنا، وأشوفكم في فيديو جديد.